الراجل لقى خاتم ذهب بالصدفة. أول ما لبسه فجأة ظهر له نظام بيحول الحاجات اللي ملهاش قيمة لكنوز. عربية لعبة لمسها بالغلط اتحولت لعربية فخمة تمنها 10 ملايين دولار. حتى قماشة مقطعت على الأرض اتحولت لرسمة مشهورة تمنها مليون دولار. وكمان قدر يصلح الحاجات البايظة ويخليها زي الجديدة. ولما حب يكمل يستخدم القدرة دي اكتشف إن قوته دي يقدر يستخدمها 3 مرات بس في اليوم. الراجل على طول خد الكنوز وراح السوق علشان يتأكد إذا كانت حقيقية. أول ما وراها للراجل صاحب المحل بص عليها بسرعة وخباها وقال للراجل إنها ملهاش قيمة وعايز يشتريها ب1000 دولار بس. الراجل حس إن صاحب المحل بيضحك عليه فاخد اللوحة منه بسرعة. ولما راح يعرضها على صاحب محل تاني ست كانت واقفة جنبه خدت بالها منه. في اللحظة دي الراجل صاحب المحل جه وقرب منه وقال له بهدوء إنه مستعد يشتريها ب100,000 دولار، لكن الست عرضت مليون دولار على طول. وده خلى الراجل يتصدم. ولما الست خدت اللوحة تفحصها اكتشفت إن اللوحة متصلحة قبل كده. ست ضحكت وما قالتش حاجة وفكرت إنها تعرض على الراجل يشتغل في شركتها. في اللحظة دي الراجل طلع الإزازة تاني. الست فوراً عرضت مليون دولار وكمان وظيفة بمرتب سنوي مليون دولار، لكن الراجل قال إنه مش هيبيع وزود وقال للست إنها ما ينفعش تستغله علشان شكلها حلو. الراجل كان عارف كويس قوي قيمة اللوحة دي